اكتر الانواع اللي هي مفيده لجسم الانسان او ان هو ممكن يتناولها، اللحمه المسلوقه ولا اللحمه المشويه ولا اللحمه المحمره؟ هو عكس ما الناس كلها فاهمه. هو الناس كلها بتحب الشوى وناس كتير بتروج للشوى. انا هقول فيتو ضد الشوى. لماذا؟ ده حتى الناس اللي بيمارسوا الحميه الغذائيه او الدايت يقول لك مشوي وسلطه. هل احنا عندنا حد فاهم حاجه اسمها الشواء الصحي؟ طب احنا دلوقتي عندنا ملاحظين ان في معدلات عاليه للسرطانات. احد الاسباب حسب نظام الصحه العالميه، الاسباب الحديثه لازم الناس تعرفها كلها اللي بيجيب سرطان اللي هو كل ما هو حرق. يبقى اللي واقف دلوقتي بيشوي ويديني كباب محروق او قطعه خبز محروقه، واغلب الخبز في مصر محروق من فوق. يعني انا بشتري الخبز البلدي ده انا برمي النص الفوقاني تماما. ودايما بوصي صاحب الفرن اللي بعرفني بيهدي النار شويه ما اعرفش ايه، يقول لي استنى هعمل لك انا حاجه مخصوصه على قدر الامكان. وفي الفنادق الفخمه والمناطق اللي هي الراقيه شويه بيبقى الرغيف مفروض ولا محروق من فوق ولا من تحت. ساعات في ناس بتحرقه مخصوص وتاكله محروق وتشويه. الثقافه بيقول لك لا هي الناس بتحب متحمص، لا ده غباء. ده غباء واحنا قلنا 100 مره. يبقى كل ما حرق، شوف بقى، كل ما حرق من سمك، من دجاج، جلد، دهون. في ناس بعض الدول العربيه بيحطوا الخروف او مثلا يطلعوا في الصحراء كده وفي الهواء والكلام ده. يعني السمك كمان المشوي مضر لصحه الانسان؟ مش هناكل المحروق، مش هناكل المحروق. وانا دايما بقول بتوع السمك دي تعملوا بعلمهم. واغلب المناطق يعني ايه مش هناكل محروق؟ يعني هيبقى في مسافه بينه وبين الفحم مثلا؟ برافو. اما نيجي بقى اللي هيحط بقى عايز يعمل خروف، هو شاطر بقى عايز يعمل خروف، عايز يحط الضلوع، مش اي برضه مش اي حاجه هشويها. انا الضلوع مناسبه جدا للشاي. الدهون اللي فيها هتتخلص منها بالشاي، ولكن كل الدهون ما تنزل وتتحرق وتنزل على قطعه لحم ثانيه هتعمل لي مشكله، هتعمل مواد مسرطنه. يبقى اي لحمه هيتحرق هيسرطن، اي دهون هتتحرق هتسرطن، ودي خطر جدا. الحل ان انا لما اجي اشوي الضلوع دي اجيب ضلوع رقيقه مش سميكه، ان انا اسويها الاول في الفرن او اسلقها، ان انا اخليها بعيد عن الفحم، ان انا اسوي الفحم الاول، ان انا كل شويه انظف الغبار ويطلع والذرات دي عشان ما تلوثي اي نقطه سوداء، يبقى خطر كبير جدا على حياتي. ان انا احط معاها طماطم وخيار وخضار كتير عشان يتحرق واخلص منه. بتوع السمك يقول لي انا بعمل السمك مشوي، يا ابني انت او زيت ليمون والكلام ده، انت حط طبقه من الطماطم، حط طبقه من الخضار، احرقه عشان ما تخليش السمكه تجيني محروقه. وبيعرفوا كده يعني مثلا ساعات الناس كده جدا حتى لو معمول بالرده. طب ما الرده بتعمل عازل كمان. ليه؟ ما هو برضه بيحط. هل هي هتبقى كميه كبيره من الرده؟ بس برضه بدهان خالص اشطب ليه؟ مصلحه الناس، لان طبعا مش هننكر دلوقتي عارفه السرطانات كتيره جدا وما كانش موجود بالمعدلات دي. والفرحه كمان في النسبه الكبيره ديت على مستوى الاطفال. الفرحه مش ان انا كلام حضرتك مظبوط، الفرحه ان انا مش هقول لك هنتبرع ونفتح مستشفى، انا مش عايز تبرعات، مش عايز مستشفى انها للسرطان اصلا. انا امنع السرطان سهل جدا. الوقايه، عايز ابنك ما يجيلوش سرطان، نمره واحد انت ليك دور ما تدخنش. يبقى انت لو ما دخنتش هتمنع 33% من الاحتمالات بعد الشر ابنك يجيله سرطان. ولا تدخلي داخل البيت ولا خارج البيت. هتدخن خارج البيت هتجيب المواد ال 7000 ماده على جلدك وعلى شعرك، وممكن تقعد بالثلاث شهور على ضوافرك وشعرك وتعمل لي مشكله في الولد. اشطب على التدخين. 2 ان انا اكله الاكل الصح. يبقى اديله فلوس بيصرفها ازاي؟ ما تروحش تجيب لي حاجه ملونه وحاجه حوالي 2000 ماده في السوق فيها او الوجبات السريعه الجاهزه الحاجات دي كلها. يبقى الاكل الضار يسبب سرطان حقيقه وما تكسفوش منها. 3 ان انا منعته اصلا من الاكل الصحي. الاكل الصحي لو خدته هتمنع 30% من السرطانات. يبقى 10% بس عوادم السيارات والمصانع ومكامر الفحم نحاربها ونخرجها من خارج المناطق السكانيه. يبقى احنا كده ان شاء الله التلوث البيئي المحيط بينا الطبيعي 10% بس. نعم. لكن 90% انا بعمله باهمالي وبعدم ثقافتي وباستخفافي بالمعلومات الصحيحه.